الحلقه ال 14 من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال 14 بعنوان البطول. وبنروح البيت وبنلاقي جامبل وداروين واقفين عند التلاجه. جامبل بيقول ايه ده يا ابني، كل حاجه في التلاجه مده صلاحيتها منتهيه. وبيطلع علبه لبن من التلاجه وبيقول بص يا اسطى مش المفروض دي علبه لبن، وبيوقعها على الارض وبتطلع باين لبن بقري. وريتشارد بيشم الريحه من على بعد 100 متر وبيقول اكل. بيروح يشفط اللبن وجامبل بيقول له اللبن يابا كان بايظ. وريتشارد بيقول له اسكت يالا، مفيش حاجه اسمها بايظ ولا الكلام ده، كل ده كلام فاضي. وانيس بتكون اخترعت جهاز بتخلي اي ماده او اي حاجه عضويه تتكلم، وبيجربوها على الشجره وبتقول لهم عطشانه. وجامبل بيحطه في سندوتش وانيس بتقول له ده للحاجات العضويه بس يهبل، وبتحاول تاخده منه وجامبل بيقول لها لا سيبيه لحد ما بيقع على الارض. وطبعا مين اللي بيشفطه؟ هو قلب الاسد. وانيس بتقول له انت بلعت الجهاز يابا. وريتشارد بيقول لها خلاص يا بنتي اللي بيخش جوه ما بيطلعش. وريتشارد بيسمع صوت جاي من تحت وبيقول له ايه ده يا عيج، وبيشوف كرش وبيلاقي هو اللي بيتكلم. وكلهم بيخافوا والكرش بيشكر انيس انه عاد بيعرف يتكلم، وبيقول لها ما تيجي نشوف جهازك ده بيعمل كمان. وانيس بتفرح وبتقول له يلا. وبيطلعوا يلعبوا شطرنج وبيطلع ان معدل ذكائه اعلى من ريتشارد. وريتشارد بيلف وبيقول لعياله حد يساعدني يا ولاد الكلب، الكرش ده هياخد مكانه وانيس هتعتبره ابوها الجديد علشان هو ذكي. طبعا انتوا عارفين ان انا ماسكه منه بس ما بحبش ابين يعني. ودارون بيقول له ما خلاص ما تنزل تكسره في الشطرنج. وفعلا بينزل يكسر الشطرنج وبيقول كش ملك. والكرش بيقول له كش ملك ها ده انت كشيت كرشه. وحشه صح يا عم، لو انت ما ضحكتش في انيس ضحكت. وبتقعد انيس تلعب معاه وريتشارد ما بيبقاش عارف يعمل ايه، وبيبقى جعان وبيروح يفتح التلاجه عشان ياكل اي حاجه، بس بيكتشف ان الكرش رمى كل الاكل لما كان نايم. وبيقول له الاكل اللي كان في التلاجه كله فاسد. وريتشارد بيلمح شويه لبن من ايام الجاهليه ولسه هياكلهم، الكرش بيمنعه ويفضلوا يضربوا في بعض. وانيس بتنادى على ابوها علشان يرسموا، والكرش وريتشارد بيردوا في نفس الوقت وبيتحدوا بعض على مين هيرسم احلى صوره. وبيكون الكرش راسم لوحه فاضيه وبيقول لهم اللوحه دي بتعبر عن عيلتكم، انهم يعني ما لهمش لازمه. وريتشارد بيكون راسم نفسه جنب انيس، والكرش بيمسك القلم وبيمسح ريتشارد من الصوره. وريتشارد بيقول انا جعان، وبيقول لانيس انت تستحقي اب احسن مني يا بنتي. وبيقع على الارض والكرش بيستولى عليه. وانيس بتقول له فين ابويا، وبيقول لها خلاص ما عادش في ريتشارد. وبيبدا يرجع عليهم وبيجروا وبيستخبوا في الحمام. وجامبل بيقول طب هنعمل ايه دلوقتي؟ وانيس بتقول انا عندي فكره. وبيفتحوا الباب وبيلاقوه مشعلق على الحيطه، وبينزلوا تحت وبيروحوا المطبخ وبيفتحوا الثلاجه عشان يدوروا على اي اكل، بس ما بيلاقوش غير اللبن الفاسد. والكرش بيجي وبيقول لهم اوعوا تمسكوا البتاع ده. وانيس بتحاول تاخد اللبن وجامبل ودارهم بيحاولوا يضربوه، وانيس بتطلعه بس الكرش بياخده منها وبيقول لها خلاص ما عادش في اكل تاني، وبيرمي اللبن. وانيس بتقول ها اكل على الارض يا ترى مين اللي هيشفطه؟ وريتشارد بيطلع مره واحده وبيقول اكل 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 وبيشفط اللبن. والكرش بيقول اللي دخل جواه ده وبيختفي. وريتشارد بيرجع تاني وبيقول لهم هو ايه اللي حصل.